السلام عليكم. فوز الزمالك على سموحة 2-0، هدف في الدقيقة 2 من خطأ كارثي للهاني سليمان اللي بدأ يخرف، واستغلال جيد من ناصر منسي، وعاقبه بأنه حط الكرة بين رجليه في الدقيقة 2. أثر أكيد على الفريق، وواحد من أسباب هزيمة سموحة اليوم يكون الهاني سليمان. صعبة انك تدخل مباراة وانت مغلوب واحد مع فريق قوي زي سموحة سكواد. بص كده، سموحة لو ما دخلش فيه الهدف ده اكيد ما كانش هيهزم، على الاقل كان هيطلع تعادل. سموحة اقوى من السنين اللي فاتت، سكواد قوي، احمد سامي مدرب خبرة، مدرب ذكي. الزمالك مع تشكيل في كارثة بالنسبة لجوميز. تكلمت عن شيكابالا اللي هو أصلا يعني أكتر من 40 سنة لاعب. أنا قلت قبل كده من سنة، شيكابالا لو عايز تلعبه لعبه في مباراة تكون فايز وفريق يعني مش قوي، غير كده ما ينفعش تشاركه أكتر حتى من ربع ساعة. يعني يعتبر انت بتلعب، بالاضافه الى ان شلبي ودونجا دول كانوا محبوسين يعني. حاجه غريبه، بالاضافه لناصر ماهر وزيزو مؤثرين جدا على نادي الزمالك. كل المعطيات دي بتقول ان سموحه بصراحه، وسموحه على فكره لاعب وحظه كان سيء جدا، رعونه غريبه من مهاجميه في انفرادات. ونادي الزمالك النهارده لا جوميز كان موجود، ولا فريق نادي الزمالك أدى الأداء المطلوب منه، رغم أنه كان متقدم من الدقيقة الأولى 1-0. يعني بتكلم عن تسديدة في العارضة في الدقيقة 95 لحسام أشرف، وكان فايز 2-0. بتكلم عن برضو تسديدة لمصطفى شلبي. إذا تكلمنا عن حالات التحكيمية، حالات التحكيمية للأسف الشديد حالات تحكيمية خاطئة تماما تماما. وده شيء بقى مستجد عندنا وهيبقى متواجد بسبب الكورة الشهيرة بالنسبة لمحمد عادل. الفار من امبارح، على فكرة من امبارح، في ضربة جزاء مليون في المية الفريق زد، الكرة تحت مفيش فاول ولا حاجة، الرجل مش مرفوعة. مهاجم زد سبق وخد الكرة واتضرب ضرب شديد طبعا. والبنا خاف طبعا، زي ما قلت ان الفار لا ما اشتغلش امبارح وما اشتغلش النهارده وما هيشتغلش بعد كده بسبب اللي حصل. يعني الحكام بيعالجوا خطأ بمجموعة أخطاء، بأخطاء هتبقى موجودة مش عارفين لغاية متى. كان في حالات تحكيمية على فكرة من الطرفين. عايز أقول حاجة بس من الطرفين، وهقول لكم الحالات التحكيمية. أول حاجة، حاجة مهمة، لا تكن فتيل يستخدمك الآخرين للإشعال. عايزك إذا حاولت تكتب حاجة أو تشارك حاجة أو تقول رأيك لازم تكون شفت المباراة كاملة. يعني إذا كنت أهلاوي لازم تكون شفت ماتش الزمالك كله، ولو كنت زملكاوي لازم تكون شفت ماتش الأهلي كله. واغلب جماهير الاهلي ما بتشوفش ماتشات الزمالك، واغلب جماهير الزمالك ما بتشوفش ماتشات الاهلي. امال اللي بيحصل اللي بنشوف في السوشيال ميديا ده، بنشوف ان واحد بيبص يلاقي حد من اكتر من 400 500 صفحة رياضية يجيب لك حاجة كده، وده يعمل مشاركة على طول، ولا شاف دي ولا شاف في المباراة نهائيا للأسف الشديد. ده غير ان كل اللي بيتعمل يعني فبركة، كله تصوير خاطئ. نفس اللعبة تلاقي ليها صورة في صفحات نادي الزمالك، تلاقيها صورة مختلفة في صفحات النادي الأهلي. ولا دي صح ولا دي صح. دي مشاكل كتير جدا بنشوفها طبعا في السوشيال ميديا. فأنا عايزك ما تبقاش حطام تبص تلاقي تجري مشاهد درجة ثالثة. لازم يبقى لك رأي. تاني حاجة، لا تتعصب. إذا تعصبت فأنت أعمى لا ترى. يعني اذا انت اتعصبت لفريقك خلاص مش هتشوف، لاني انت هتشوف لون الفانلة فريقك، لا يبقى خلاص يبقى انا هقول قول مخالف. اتكلم عن حالات تحكيميه، لكن نادي الزمالك النهارده حسام عبد المجيد من مباراة لمباراة بيتألق، بقى مدافع بصراحة يعني حاجة عالية جدا. المسلوس استعاد مستواه بعد المباراة السيئة المرة اللي فاتت. وأكيد طبعا موجود محمد شحاتة اللاعب الفدائي اللي بيلعب بكل قوة، بالإضافة لنصر منسي أكيد الهدف الأول، وشلبي يعني عشان الهدف وتسديدة جيدة. غير كده يعني السعيد نوعا ما أقل. فيما عدا ذلك نادي الزمالك ما كانش متواجد لا لعب ولا هجمات ولا حاجة. فريق سموحة
تأثر بالهدف أكيد. لعب مباراة قوية جدا، أدى كله بيتفرج. أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا، إن ما تصدقش اللي يقول لك الفريق الكبير لما بيبقى مش في حالته بيعرف يفوز، وإنه فريق البطولات. أنت كجمهور مش هتاخد حاجة. أنا كل مباراة تتفرج تبص تقول أصل الفريق الكبير لما يكون مش في حالته يفوز. لا، لازم الفريق يلعب، ولازم الفريق يأدي قبل ما يفوز، يأدي. ممكن مباراة في السنة، يعني ممكن يكون حاجة زي كده. طيب الزمالك أصلا متأثر بناصر ماهر، بزيزو، متأثر بلعيبة لفترة ما بتلعبش، شلبي أو دونجا. سكواد طبعا أكيد ضعيف بعد اللعيبة اللي مشيت، لكن ما يبقاش انت مش متواجد، تقريبا مش متواجد. يعني بيجي هدف خطأ وتقعد عليه، والمباراة كلها بتتفرج على فريق سموحة وهو بيضيع في الأهداف. رعونة فريق سموحة هي المشكلة الكبيرة في فريق سموحة، لكن الفريق أدى. الحالات التحكيمية، بص الفار أكيد زي ما قلت لكم خلاص مش بيتدخل من بعد اللي حصل مع محمد عادل للأسف الشديد. لكن إذا تكلمنا عن الأخطاء التحكيمية، في ممكن يكون في طرد الدونجا وطرد لحسام حسن، يعني دي ودي في كروت كتير على فكرة. وفي ضربة جزاء لمصطفى شلبي من وجهة نظري أنا كتحكيم أوروبا ما بتحسبش، لكن كتحكيم مصري لا، خد وان تو طلع بالكرة وتشد وكذا. يمكن الشدة مش قوية جدا، لكن هي موجودة وشدة ومخالفة، وحكم الفرز زي ما قلت لكم خلاص يعني ما بيستدعيش الحكم. يعني كان في أخطاء. الهدف الثاني لنادي الزمالك هدف صحيح، شفنا طبعا الخط، وشفنا رجل لاعب سموحة سابق، إلا إذا كنت بقى تبع الصفحات اللي بتجيب الصورة من فوق والصورة من تحت. انا بكلمك على اللي بكلمه لك انا من المصدر نفسه، من التلفزيون، مش من الصفحات. كل اللي انت بتشوفه خاطئ تماما. ان شاء الله بكره هكلمكم عن اخطاء كولر وجوميز في مباراة الاهلي والزمالك. شكرا.